منذ عقود عديدة تربع الشاي العدني على عرش المشروبات في اليمن بنكهته الفريدة والمميزة التي تجعله مختلفاً عن باقي أنواع الشاي، وذلك بفضل مذاقه المميز وارتباطه الوثيق بالروتين اليومي لدي المواطنين. اشرب خلاص الشاي، وبعض الأحيان والله إنه نعمل حساب أنا إنه تبقي 200 ريال من حق اليوم اللي قبل عشان تبكر تشرب شاي. ليش مش عارفين؟ هل هو روتين عادي؟ هل هو إدمان؟ الله أعلم. يحمل الشاي العدني ذاكرة المدينة التاريخية والجغرافية، حيث يعد نتاجاً لمزيج الثقافات المختلفة. أنا أجي أتناول الشاي العدني الحليب، كيف الشاي طبعاً، وأجي أتولى مع أصدقائي وإخواني وعمومي هنا، ونتناقش على أوضاع البلاد، على أوضاع الرياضة، خاصة إحنا تلاليين. منذ كانت مدينة عدن ممراً تجارياً هاماً تلتقي فيه قوافل التجار من الهند والصين وشبه الجزيرة العربية، وهو نتيجة لهذا المزيج، ويظهر هذا في استخدام الحليب والبهارات مثل الهيل ومطحون الجوز. الشاي يعني طبعا إضافة عن سكر وشاي فقط، هذا يعني اللي بالبراد نفسه، والإضافات يعني الجوز فقط. الشاي الأحمر يعني يقدوا على نعناع فقط، هذا هو عبارة على الشاي. يتكون الشاي العدني من مكونات بسيطة: الشاي الأسود، الحليب، السكر والهيل والجوز لإضفاء النكهة الخاصة، حيث يتم غلي الماء أولاً مع الشاي الأسود لمدة قصيرة، ثم يتم إضافة الحليب وتوابل الشاي. يترك المزيج على النار لفترة قصيرة حتى تتجانس المكونات، ثم يتم تصفيته وسكبه. يعتبر الشاي العدني مشروباً أساسياً في جلسات اليمنيين، حيث يعد رفيق جلساتهم ونقاشاتهم اليومية سواء في المنازل أو المقاهي. شرب شاي أنا وأصحابي وكذا، يعني أول ما يكون معي امتحان اختبار أي وقت أشتي الشاي، يعني أنه بالنسبة لي كأنه إدمان. بأي وقت أشتي شاي بكل الأوقات، أنا وأصحابي، أنا برحلة، أنا بشيء، يعني حتى لو كان معك حفلة العيال يقول لي إيش اللي بتجيبه إيش اللي بتجيبه، أقول لهم شو حاجة أحسن شيء عندي، يقول لي إيش اللي بتجيبه، أقول لهم أجيب لكم حاجة من البيت، بشتري لكم شاي من الشجرة. كذلك يقدم مع وجبة الإفطار أو العشاء أو مع الحلويات، ويعد رمزاً للضيافة والكرم في العديد من المناسبات الاجتماعية. الشاي العدني ليس مجرد مشروب، بل هو طقس من طقوس المواطنين في المدينة، ومرآة لمزاجهم ورفيق لروتينهم وكافة أوقاتهم، صانع للذكريات وونيس للعدنيين في عزلتهم وفترات اختلاطهم، من جلسات الصباح وحتى أمسيات السمر. نهار علي، لتلفزيون مملكة البحرين، عدن.